مرحبا يا شباب. قصتنا لهذا اليوم كان في رجل طائر ورجل ماشي، وحصلت لهدول الشخصين قصة غريبة وعجيبة. إذا بدكم تعرفوا شو صار حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، تابعوا هذا المقطع حتى النهاية. طبعا انا هو الرجل الطائر، انا هو يا شباب الرجل الطائر. شوفوا بقدر طير واعمل اللي بدي اياه. شوفوا انا هو رجل طائر يا شباب. شوفوا بقدر طير واعمل اللي بدي اياه. والله اني شوفوا يا شباب بقدر طير فوق كل هدول القريات وبقدر اعمل كل شيء. شوف مثلا صاحب هذا المحل بيجي لعند صاحب هذا المحل بضربه، كيفك عمو ما فيك تمسكني، باخذ من عنده هي. هات هات جولدن ابل، هات يا غبي خلينا ناكلها. شوف يا شباب بقدر اعمل اللي بدي اياه، بقدر اعمل اللي بدي اياه يا شباب. اللي بدي اياه بصير انا يا شباب بهي القرية. ليش؟ لانه انا بطير وما حدا بيمسكني. انا مجنن الشرطة، مجنن الشرطة كلهم. شوفوا بيجي لعند الشرطة وما بيعملوا لي شيء، بضرب هذا رجل اعمال غبي. يلا روح انقلع. والله انه غبي يا شباب، وبسرق البيوت اللي بدي اياها لانه ما بيقدروا يمسكوني. بس بنجي على هذا البيت مثل هيك بوم بوم واشوفوا بيت والله اسطوري يا شباب. خلينا نفوت من الباب، معلش ما في حدا فيه شكله. بنجي على هذا البيت بكل بساطة، بننزل بنفتح الباب بنسكر. شوفي هون فرجينا، شوفي هون، شوفي هون، شوفي هذا الصندوق. يا سلام، خذوه بسرعة يا شباب. بناخذه وبنطلع لهون على الطابق الثاني بكل اريحية وبناخذه. ليش؟ لاني انا الرجل الطائر. شوفوا خلينا نجي يا شباب. شوفي هون، في كثير شغلات هون يا شباب، والله شغلات اسطورية وخرافية. خلينا ناخذها كلها. يلا والله رح صير غني يا شباب. طبعا انا يعني غني، يعني خلاص اتركوا له اياهم، حرام رح اترك له شوي. يلا خلينا نترك له هدول. ليش رح اترك له هدول؟ لاني انا او لا ما رح اترك له شيء. خلينا ناخذ. طبعا يا شباب انا غني كثير، من اغنى الاغنياء. ليش؟ لاني طائر وبسرق كل شيء، يعني ما بترك بولا بيت اي شيء، بسرق كل شيء يا شباب. كل يوم بعمل لي فتله هيك على البيوت وبسرقها، والعالم بتتعب وانا هيك بطير وباخذ لهم كل تعبهم. فخليني انزل. يلا بسم الله يا شباب. بننزل من هون ونروح على بيت ثاني يا شباب. شوف هذا الايرون جوليم ما بيقدر يمسكني. تعال مسكني، تعال يلا مسكني. امسكني يا غبي. تعال نروح على هذا البيت يا شباب. هذا البيت لا، هذا الدايموند افضل يا شباب. خلينا ننزل من هون. يا بسم الله ننزل. شوفي بهذا البيت، بس اهم شيء نضل طايرين مشان ما حدا يقدر يمسكنا. شوفي بهذا البيت، شوفي اوه خذ اياهم. يلا والله اني اسطوري وخرافي. يلا خلينا نروح عليه يا شباب. خلينا نروح نمسك هذا السيف، والله اسطوري. خلينا يا شباب هلا وين نروح؟ راح نروح نتسلى. يلا نتسلى برا هالقرية، برا هالمدينة. بنشوف لنا شي مدينة ثانية. يا الله. بعدين مع هذا الرجل الطائر. طبعا يا شباب الرجل الطائر سرقني. والله ما بعرف، كل يوم بشتغل وبتعب وبيجي بيسرقني. شو بدي اسوي انا يا شباب؟ والله ما بعرف شو بدي اسوي. خليني اطلع، لازم لاقي حل يا شباب لهذا الرجل الطائر. لازم بطل يسرقني. انا شو فيني؟ طبعا انا هو رجل طائر وانا رجل ماشي. شوفوا ما فيني غير امشي، انا ما فيني غير امشي. شو بدي اعمل؟ ما بعرف والله العظيم ما بعرف. خطرت ببالي فكرة يا شباب. بما انه هذا الرجل الطائر كثير بحب الموارد، فرح اعمل له خطة اسطورية. بس خلينا ناخذ اول شيء هذا الصندوق هون. طبعا يا شباب انا غني كثير، يعني ما بيهمني اذا سرقني، ولكن انا يا شباب انه انا عم اتعب كثير وعم يسرق كل القرية. هذا كل القرية عم تعاني منه، فلهيك لازم نخلصهم منه بطريقة ذكية يا شباب. اول شيء لازم بعد عن القرية. شوفوا يا شباب لازم بعد عن القرية هون. بسم الله. ونجي لهون ونحط هذا الصندوق يا شباب. شوفوا انا غني معي كل هدول، رح احط فيه ستاك ذهب. اكيد هو عنده فضول لحتى يجي يعرف، فرح نعمل له فخ يا شباب. ايوه مثل ما سمعتوا رح نعمل له فخ، ورح نخليه يشوف كيف يتعدى على العالم يا شباب. شفتوا؟ طبعا بتقولوا لي بلكي ما اجى يا شباب. رح يجي هذا بس يشوف صندوق او اي شيء، ما بيشوف شيء قدامه يا شباب، فورا بيجي. فبإذن الله رح يجي وراح ياكل المقلب وراح يموت ونخلص منه يا شباب. بس اول شي وين الديرتايات؟ خلينا نحطهم مثل هيك، او لا ما لازم نحطهم. خلينا نحط هدول. ما بعتقد لا لازم نحط ديرتايات. بسم الله ونباعد، ما راح يشك باي شيء. طبعا انا هو رجل الطائر. هذا الصندوق شو فيه يا ترى؟ انا الرجل الطائر، بس هلا عم امشي هيك، حبيت امشي ما بعرف ليش، لانه ليك وهالصندوق بعيد عن القرية وما بعتقد حدا يمسكني. فلهيك خلينا نمشي ونجي نشوف شو هذا الصندوق يا شباب. خلينا نشوف شو في هذا الصندوق. بسم الله. شو فيه؟ ما بعرف. ستاك ذهب. خلينا ناخذه. وول شو في له. واخيرا وقع بالفخ يا شباب. شوفوا تفجر ومات، والله مات. بيستاهل. واخيرا خلصنا منه لهذا الغبي، واخيرا خلصنا منه الحمد لله.
وبس يا شباب، هم ممكن وصلنا لنهاية هذا المقطع. إذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات ليوصلكم كل جديد. وإذا ما عجبكم فبإذن الله المقاطع الجاي رح تعجبكم، فلهيك اشتركوا بالقناة ولا تفوتوا المقاطع الجاي. كل لايك واشتراك بيخليني انزل اكتر واتعب اكتر على المقاطع، فلهيك اشتركوا بالقناة.